تحية الصمود والنداء لجماهير حركة وجيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور. أهلا بكم مجددا في كاميرا الصفحة الإعلامية لحركة وجيش تحرير السودان في برنامج مقابلات. خلال هذه الأيام نعيش مرحلة سياسية في بالغ الأهمية، وهي أصبح حديث وسائل الإعلام الاجتماعية ومواقع أخرى، وهي موضوع خارطة الطريق التي من الممكن يتم توقيعها في أديس أبابا يوم الاثنين القادم، التي تضم قوى نداء السودان وهي جزء من المعارضة السودانية. بالإضافة هنالك بعض القوى المعارضة خارج إطار هذه الخارطة. حول هذه الموضوع نستضيف اليوم الأستاذ الناشط السياسي في حركة وجيش تحرير السودان الأستاذ إدريس محمد أرباب. أهلا بك أستاذ إدريس. أهلا بك وأهلا الشعب المساعدين، وتحية للصفحة الإعلامية لحركة وجيش تحرير السودان كصفحة أو كنافذة إعلامية ممكن من خلاله تصل يعني رأي كثير من المجتمع السوداني. أهلا بك أستاذ إدريس. في ظل الوضع الراهن قوة نداء السودان في احتمال تمشي توقع على خارطة الطريق، وهنالك قوة أخرى تنادي بإسقاط النظام. ما رأيك حول هذه الموضوع أو موضوع الخارطة؟ في الحقيقة المعارضة السودانية بصورة عامة يعني ممكن تقول أنه منقسمة الآن إلى قسمين. في قسم هو التحالف، هي طبعا الآن موقفه واضح أنه علنا أنه ما يخص الخريطة بل هم ما جزء منه على الإطلاق، وده موقف. في موقف آخر، والموقف الآخر ده من قوة نداء السودان، وهي القوة المعنية بالنسبة لعملية توقيع على خارطة الطريق. يعني الآن كل الأمور تدل على أنه القوة ده هتظهر يوم الاثنين إلى أديس أبابا، وهناك هيكون في أنه هيكون في عملية خارطة الطريق دي، وكل الدلائل الآن بتدل أنه هيكون في عملية توقيع. ودي طبعا يعني في بيانات يعني صدرت على مستوى القوى المشاركة بما فيهم حزب المؤتمر السوداني. ديل طبعا يعني رسميا يعني عبر مواقعهم اعلنوا رسميا انه حيذهبوا الى اديس ابابا ويوقعوا على خارطة. هل هنالك ضمانات أولية إقليمية في حول خارطة الطريق؟ هي المسألة هي ما مسألة ضمانات، يعني أكثر مما أنه في إشارة بتدل أنه في نية خالصة من قبل الحكومة في مسألة السلام، يعني كسلام ممكن يحقق يعني أمن واستقرار في البلد. أنه هناك يعني في قصة صاحبها المؤتمر الوطني عايز يخرجها، وبكل أمانة يعني المؤتمر الوطني كحزب حاكم هي بتبحث على ضخ مضخات عشان تجدد بها دماءها، ودي طبعا ما حتجي يعني عبر القوة الموجودة حتى حاليا في المؤتمر الوطني، لأنه المستوى الحكومة أي زول وطني يعني تركوا الآن، يعني حتى في إسلاميين خرجوا من المؤتمر الوطني نتيجة الظلم الحاصل ونتيجة الانهيار الحاصل والمتواصل في البلد، وكل ما يعني النظيفين منهم جزء منهم النظيفين خرجوا من الاسم ده وما فضلوا إلى الفاسدين. الفاسدين هي مسألتهم مسألة مش سهلة،
وبيحاولوا انه بيستعملوا كل الخطط وعلى اساس انه يعني يكون لهم وجود. حصلت ممكن أكثر من 44 اتفاقية أو حوار مع هذا النظام أو خرائط بالطريق ما جابت حل سلام شامل، حتى السلام الشامل بتاع جنوب السودان ما جاب سلام للسودان أو ما حقق سلام أو ما حقق أهدافه. هل يحقق هذه الخارطة أو تودي إلى سلام حقيقي وشامل في السودان؟ ما هي نوعية السلام أصلا ممكن يعني نحن يعني بنرى أنه يعني أي سلام في ظل الحكومة ده ما يعتبر سلام على الإطلاق، لأنه يعني المجموعة ده لا يجوز بأي حال من الأحوال أنه يكونوا جزء، يعني أنه يكونوا جزء، لأنه أثبتوا فسادهم أثبتوا تماما، والأخطاء اللي هم ارتكبوها من خلال ممارستهم يعني للسلطة ضد الشعب وصلت الحد المعقول. يعني الآن يعني الشعب السوداني كله برا، يعني كله برا نتيجة سياساتهم. الآن كل مؤسسات البلد يعني معطلة، يعني المياه بتجري في شوارع بتاعت الخرطوم يعني وضع. طيب ما رؤية حركة وجيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد؟ هي يعني مش نقول انه مثلا ده رؤيه بتاعت حركه جيش تحرير السودان بقياده الاستاذ عبد الواحد، يعني بل هي بيجي اصبح الان في الوقت الراهن يعني رؤيه كل الشعب السوداني. وهنا ده المعادله بالنسبه لموضوع بتاع خارطه الطريق. يعني الشعب السوداني الان وصل لمرحله انه لا يرى غير انه الحكومه دي تسقط وتجي حكومه اخر تحل محله، غير كده ما اظن في حدود اخر بتراه الشعب الان على الارض. لذلك ده معضله، يعني معضله صعبه جدا جدا بالنسبه للقوى الماشيه. وانا اعتقد القوى الذاهبه الى اديس ابابا يعني قوه مخبره، يعني كحزب الامه، يعني طبعا حزب له تجارب كبيره جدا وكثيره فيما يختص المسائل ده، بالاضافه الى الحركه الشعبيه ايضا كذلك في يعني قوة يعني وزنها ممتازة جدا. أنا أعتقد أن المسائل ده ما بيكون خافي لهم، وبالتالي حتى لو في توقيع أنا على حسب رؤيتي أنه لو في توقيع يعني ما أظن أنه يكون يعني يوقعوا على داير أقول أنه طيب ما بعد طيب تتوقع شنو بعد توقيع الخارطة؟ تتوقع شنو لو تم التوقيع او قوى نداء السودان متى وقعت الخارطة؟ هي الحكومة الآن بتقول كالآتي، بتقول أنها يعني قوة نداء السودان هتوقع على خارطة الطريق، وما يلي خارطة الطريق مباشرة هيكون في مفاوضات. المفاوضات ده يناقش فوقه اللي هو مسألة بتاعت اللي هو مسألة وصول الإغاثة للمحتاجين وترتيبات بتاع وقف إطلاق النار. يعني دي مسائل يعني مجرورة. هي الحكومة ده عملت قاطرة على أساس أنه تجربه الناس دي على حسب رؤيتي. يعني الأسباب هو وقع قبل المعارضة؟ الأسباب أنه يعني الحزب الحاكم الآن يعني وصل إلى قناعة تامة أنها يعني خلاص يعني وقفت، يعني وفي اعتراف منهم هم، يعني مش من حد آخر، أنه خلاص وصلوا الحد المعقول من الفساد وأكثر من كده ممكن المسألة تبوظ. فعايزين يهربوا لكن خايفين في نفس الوقت أنه في بلاغات ضد الجرائم اللي هم ارتكبوها من خلال ممارستهم ده بيطاردهم، وبذلك يعني ما المحكمة الجنائيات الدولية والمسائل ده، فعايزين يعني يلتفوا حول ايه شيء ممكن يسندوا عليه مخارجي وما اكثر ولا اقل. فالحكومة عارفة تماما اذا في قوة يعني عايزة ترغب على السلام وكده والكلام بالصورة ده بالنسبة لها كويس،
يعني بالنسبه لها كويس، وبالنسبه لها انتاج اخر، يعني انتاج اخر ممكن يزيد. ممكن يكون بحافظ على موقعه وبعد ذلك ما بيكون مطالبه جنائيا. بالضبط. زي الطريقه اللي هسه حاليا عاملين انه ده يعتبر اللي هو مثلا بتاع الحوار الوطني، ده موضوع بتاع الحوار الوطني. يعني عايزين التجديد بالنوع ده، انك انت بتجيب احزاب، مجموعه من الاحزاب المشتته وكده، وبتعمل كتله وبتسمي شيء زي ما حس المؤتمر الوطني ده. الاسم بتاع المؤتمر الوطني ما هو اصلا سموه بنفس الكيفيه، مؤتمر لكل الناس وكل القبائل، ثم بعد ذاك كيان واحد، والامور ماشيه. الحوار الوطني الان ممكن في طريقه ممكن يبقى حزب، يعني ممكن يبقى حزب شمل يعني كثير من الاتجاهات، ويكون بديل، يعني هيكون بديل للمؤتمر الوطني اللي هو الحوار الوطني يعني، والامور تمشي على كده. وده القوه الحاسه حاليا هم بيقولوا انه ده قوه بتاع الحوار الوطني، وهي اللي ممكن تقوم بعمليه وضع بتاع الدستور والكلام بالصوره دي. هو في الحقيقه يقولوا قوتهم، يعني كل قوتهم، يعني برامجهم ممتازه غير ممتازه يعني، وهي نفس البرامج، يعني ما في ناس يعني غيرهم. وبالتالي يعني الصعوبه بيكمن من هنا انه القوى الماشيه، مثلا اي قوه مثلا عملت اتفاق مع الحكومه، تلقى انه بيتبلي بسهوله جدا جدا. والنقطه ده برضه يعني الناس حزب الامه بيكونوا عارفين كويس جدا، لانه حصل قبل كده قدام يعني اتفاقيه، وكانوا في الداخل وخارج. الحركه الشعبيه كذلك برضه، قطاع الشمال برضه كان جزء من الحركه الشعبيه الكبير، وكان عملوا اتفاقيه وعارفين الاسلوب بتاع الحكومه ده، بالاضافه الى تجارب بتاع مني أركم من ناوي برضو أيضا. ده برضو كله كتجارب، فاهمين جدا التصرفات بتاعت الحكومة. لكن في النهاية ما أعتقد أنه يعني يكون عملية ممكن تجيب السلام، لأنه الشعب هيرفض تلقائيا. الشعب يعني 3/4 الشعب شايف، بيقولوا أنه كفاية. في حركات كثيرة قالوا أنه كفاية وخلاص، صبرنا وزهقنا. دي كلها إشارات أنه خلاص وجوهكم ده انتهى، يعني حتى لو بيتصلوا يعني انتهى خلاص. فما اظن انه يكون فيه. هل الناس دول هيوقعوا القرار ده ام لا؟ هيوقعوا. لانه يعني على حسب البيانات طبعا اللي اطلعنا عليه، سواء كان بيان بتاع حزب الامه، يعني في بيانهم قالوا انه احنا هنوقعوا الاتفاقيه، لانه لو اضافوا الملاحظات، لانه طبعا كان حكومه لما وقع المعارضه هي خطت بعد الملاحظات انه نحن ما حنوقع، لانه في ملاحظات معينه 1 2 3 لازم تضاف كشكل شروط، لازم تضاف يعني من ضمن البنود بتاعت خارج الطريق. وفي جزء من البنود هي الحريات بالضبط وفق اطلاق النار هو مساله بتاعت هو إتاحة المجال للمنظمات الإنسانية الخاصة، زائد الحريات الصحفية، زائد القوانين اللي بتتعلق بالنظام العام. دول كلهم من الأشياء بالإضافة إلى أنه يعني يتم اللي هو مسألة بتاعت اجتماع تحضيري في أديس أبابا، يتم فوق الترتيبات بتاعت الحوار الصحيح. يعني من ضمن ترتيباتها انه يعني الحوار ذاته اللي بيتم انه الاجنده بتاعته يكون اجنده مشتركه يشمل كل القوى ده، والزول اللي بيكون رئيس بتاع الحوار ده ذاته ايضا كله يكون في اتفاق، يعني ما زول يعينوه تعيين ويجي يفرض على الناس، لا يكون في اتفاق بيننا ونحن قابلينه. ومن ضمنها انه لازم برضه يعني ما في حاجه اسمها انه لازم بس انه يكون في الحكومه الموجوده حسب حاليا يكون في، يعني لازم يكون في حكومه انتقاليه في يقوم بالترتيبات السلام بتاعت السلام والكلام بالصوره دي. ودي يعني كان لكن ما ماشي الامور بالطريقه دي. الموضوع كله انت بتلاحظ انه في تنازل، يعني في تنازلات بالذات من جانب المعارضه يعني بصوره كبيره جدا جدا، لانه الحكومه يعني حتى الان هي عارفه انه اي خطوه رسميه او يعني دايره تبدا بها
بصوره يعني اللي بتنادي بيه المعارضه ده، لانه في النهايه يعني الناس كلها بتقول انه نحن دايرين نسقط الحكومه، وربما في جزء من القوه بتشوف انه الحكومه ده اسقاطه مثلا بالانتفاضه ممكن ما يكون فيه، واذا يكون فيه برضه ما حنضمن بعد الانتفاضه يكون في شنو، ربما السودان تتحول الى يعني مسائل ثانيه يعني وبضربوا مثل بالحروبات مثلا في سوريا، الحصل كان في الصومال، ممكن كالسودان كالدوله انه يعني عنده اعراق كثيره وثقافات، والحكومه ذاتها برضه اشتغل جواهم يعني وخلق نوع من الحساسيات بين القبائل. المساله ده ممكن تولد يعني نوع من الفوضى، اي اشكال، في تخوفات بالمساله دي. لكن يعني في النهايه ده كله يعني ما هينفع. الشيء الوحيد اللي ممكن انه يعني احنا نقول انه ممكن يحقق استقرار ويجيب السلام بصوره جيده، انه يعني المعارضه ما تستعجل، المعارضه خليها تجيب في خط واحد، والخط اللي اتفقت فيه يعني من بدايته كان في مرحله من المراحل بدايه جبهه ثوريه، مرحله من المراحل يعني كان المعارضه كلها بتقول خلاص نحن وقفنا، نحن هدفنا اصلا بس اسقاط النظام ده، وكان امل يعني كبير يعني على مستوى يعني كان في حمله يسقط، في حمله ارخل يعني اشتغلت شغل كبير جدا، اشتغلت وقدمت يعني وكان نتائج ممتازه يعني. لكن الحكومه كل ما تصل بنوع من الضعف بيرجع الى التكتيك بتاع السلام، نازل خطوه بسيطه جدا جدا، بينما الحكومه يقوم المعارضه تقوم يعني تعمل خطوتين وكده، هي في النهايه بتخسر. الان اي قوه لو دخلت في ظل الظرف الحالي ده برضه ايضا ما حتقوم، لانه حصل تجارب كثيره، مش قبل كده كان الحكومه ده يتغل يعني بالضغط بالنهايه، يتغل الاستاذ ياسر عرمان واستاذه مريم الصادق المالي واستاذ بقى نغمو، يعني قيادات كان عندها وزن بتاعتها، لا يمكن انه يعني مهما كان مجرد مشاركتهم في المظاهرات يعني ناس زي ده بالاسلوب زي ده نهائيا لا يجوز اطلاقا انه يكون في يعني تنازل من جانبهم او هم يقدروا انه يفككون بالطريقه. انا غاية برا انه من الوسائل المهمه جدا جدا والجميل انه يعني مساله التغيير ده الان هي ده حديث الساعه، حديث الشعب السوداني يعني، والطلب الاساسي اذا قدرت كل يعني المعارضه اتفقت في الخط ده ووقفت الوقفه ده، اعتقد انه لانه الحكومه في النهايه منهاره يعني ما بس موضوع اللي القوه الدوليه، لكن منهاره يعني. صحيح. شكرا كثير أستاذ إدريس محمد رباب، كنت معنا في كاميرا الصفحة الإعلامية لحركة وجيش تحرير السودان بقيادة الأستاذ عبد الواحد محمد أحمد النور. وشكرا للمشاهدين الكرام، أنا نلتقيكم في برنامج أخرى.